اليوم كان عيد ميلاد بنتي وحبيت اعمل لها هيدا الكيك. تعالوا شوفوا كيف طريقته من لما بلشت لحد ما خلصت تزيين بحشوتين مختلفين وبطبقتين كيك. اول شي عندي 6 حبات بيض، بحط عليهم ملعقة كبيرة فانيلا وبخلطهم كتير منيح لحتى يتضاعف حجمهم، تقريبا تخفقوهم لمدة ربع ساعة. بعدين بتبلشوا تضيفوا عليهم سكر. عندي 3 كبايات ونص سكر، بضيف السكر فوقهم وبخلطهم لحتى يدوب السكر كليا ويصير الخليط عندي كتير فاتح. بعدين ببلش ضيف فوقهم كوب زيت، فيكن تستعملوا زبدة بدل الزيت، وبضيف كمان كوب من الحليب. فيكن تضيفوا بدل الحليب عصير او اي شي بتحبوه، مهم شي سائل. حطيت فوقهم كبايتين ونص طحين وخلطتهم كتير منيح، وزدت عليهم ملعقتين كبار بيكنج باودر. هلأ هيك صار عندي خليط الكيك جاهز. اذا حسيتوا الخليط شوي سميك زيدوا عليه حليب حسب الطحينة اللي عندكن. صبيت اول قسم، قسمت الكيك لقسمين. اول قسم حطيته بصينية بورق زبدة، فيكن اذا ما عندكن ورق زبدة تحطوا زبدة وطحين وتحطوا الخليط. تاني خليط الباقي النص التاني زدت عليه ربع كوب كاكاو وخلطته وحطيته كمان بصينية. تركته خبزته لمدة 45 دقيقة وتركته لحتى يبرد تماما لتاني يوم. بعدين بلشت بدي زين الكيك. اول شي عندي شوكولات بيضة حطيتها ببان ماري وسوحتها. بعدين اخذت هول الورق الملون اللي فيه ورد، هلا بتطلع الرسمة على الشوكولا. هلا حفرجيكم من وين جبتهم وكيف عملتهم بفيديو تاني. وحمصت بندق كمان طحنته مع الشوكولا. بلشت بعدين هون الكيك صار بارد يعني من قبل بيوم تركته. بلشت قطعته ل3 قطع الخليط الابيض. اخدت منه جزئين وتركت الجزء الثالث عملت منه كيك بوبس. بعدين قصيت كمان الكيك اللي لونه اللي على شوكولا لقسمين. وهلا بدي بلش سقي الكيك. سقيته بمي وسكر، فيكن تسقوه بحليب، المهم يكون شي محلى. ضروري كتير تسقوا الكيك لحتى ما يشرب الكيك الكريم يلي عملتوها والحشوة يلي عملتوها، فبتشبعوه بالسيروب العصير اي شي بدكن اياه. حطيت اول طبقة شوكولا مع بندق، وتاني طبقة كمان سقيتها منيح وحطيت عليها كريمة. هيدي الكريم هي كريمة جاهزة سائلة. حطيت معها كمان حتى تمسك اكتر ظرفين دريم ويب كريمة باودر. حطيت عليها لهيدي الطبقة اوريو مكسر. فيكن تحطوا بالحشوة يلي بتحبوها، فيكن تحطوا كريمة فوقها مربى، فيكن تحطوا اي بسكوت بتحبوه، فيكن حتى ما تحطوا شي بس كريم على الحل. كمان عدد الطبقات حطيت طبقة الشوكولا، حطيت عن الداير كريمة، وكمان بالنص حطيت كريمة، وحطيت فوق الكريمة طبقة من الشوكولا والبندق. وهلا بدي احط الطبقة الأخيرة من الكيك. بتحطوا الطبقة الأخيرة من الكيك تكون وجهها لفوق مثل ما عم بتشوفوا من نص الكيك وبتسقوه. هلا بدي بلش غلف الكيك بالكريمة. كتير مهم الكيك والكريم يكونوا كتير باردين من البراد لحتى تشتغل معكم الكريمة مزبوط. هيدي الخشبة يلي عم بتدور تحت صراحة كتير ساعدتني بالشغل. ملست وجه الكيك بهيدي الطريقة مثل ما عم بتشوفوا بالفيديو، وكمان الداير بنفس الطريقة.
بدي اخبركم بس شغلة، انه انا ما عندي يعني ادوات التزيين الكيك وهيك. انا بس عم بعمل شي مثل هوم ميد، يعني ما عندي ادواته ولا بشتغل بالكيك ولا شي، عادي مثلي مثل اي حدا ممكن يعمل كيك بالبيت. كنت راسمة فكرة براسي وحبيت نفذها. هيدا الدريب اللي جبته جاهز، بس بتزينوه على داير الكيك مثل ما بتحبوا انتو. كتير طعمته طيبة. حخبركم من وين جبته بفيديو تاني، ارجيكم المحل اللي جبته من عنده قديش عنده كتير اشياء حلوة. هول الوردات يلي حطيت عليهم شوكولا بيضة، شوفوا كيف طلعوا معي كتير حلوين ومهضومين. وحطيت الكيك بوبس اللي عملتهم وزينت بالسبرينكلز من فوق. هلا لحتى اغلف الكيك اعمل داير للكيك من تحت، حطيت فيرميسيل ابيض، فيكن انتو تحطوا اللون اللي بتحبوه مثل ما عم تشوفوا بالفيديو. بعدين نظفت الكيك كتير منيح وحطيت على وجه الكيك بوبس شوية دريب بينك، كتير نكهته طيبة. وهيك صار عندي الكيك جاهز. كان كتير طيب وكانت طبقات من جوا كتير حلوة شكلها. وبس هيك حبيت شارك معكم هيدا الفيديو لحتى اي حدا حابب يعمل كيك بالبيت شوفوا انه عن جد كتير هين وكتير سهل. شاركونا وصفاتكم والف صحة.